مشروع ضخم وغير عادي، مشروع هيغير شكل مصر ومستقبلها. القاهرة بتاعتنا جميلة بس زحمتها بقت خانقة، وده اللي خلى الدولة تفكر في إنشاء عاصمة إدارية جديدة عشان تكون مركز للحكم والأعمال وتخفف الضغط على القاهرة. فكرة نقل العواصم دي فكرة قديمة، زي البرازيل نقلت عاصمتها من ريو دي جانيرو لبرازيليا عشان تخفف الزحمة، وماليزيا عملت عاصمة إدارية جديدة سمتها بوتريجية، وفي دول تانية كتير زي هولندا عندها أكتر من عاصمة. أمستردام العاصمة الرسمية ولاهاي مقر الحكومة، وفي دول تانية زي جنوب أفريقيا عندها 3 عواصم. يعني الموضوع لا غريب ولا جديد. العاصمة الإدارية الجديدة لمصر هتكون مدينة ذكية فيها كل حاجة حديثة ومتطورة، من مباني حكومية فخمة لمرافق ترفيهية عالمية، مساحات خضراء واسعة، وهتكون مركز للأعمال والتجارة عشان تجذب استثمارات من كل حتة في العالم. دي رؤية لمصر المستقبل، مصر اللي كلنا بنحلم بيها، مصر الحديثة المتطورة اللي بتواكب العصر. يا ترى إيه رأيكم في حلقة النهاردة؟ العاصمة الإدارية الجديدة حلم كبير وإن شاء الله هيتحقق.